السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من الحرم المكي. اليوم يوم الجمعة، جحافل من الناس كثر جدا. لا أفواج منذ الصباح الباكر القادمة لأداء صلاة الجمعة، والمسجد أكبر مسجد هذا رأيت، وربما ماذا أقول لكم، ولا يمكن الصورة أن تصلكم إلا تقريب فقط. جم غفير، عباد الله يحجون إلى هذا المكان الطاهر حرم المكي. بالنسبة لمعلومات أخرى، حرم مكي إذا لم تأتي أي صلاة باكرا قبل الصلاة بساعات لن تجد مكانا في المسجد ولا حتى في باحة المسجد. ثم بالنسبة للمعمار والبنايات الشاهقة، هذا أقول لكم لا يمكن التعبير كما ترونها. لا شيء، لا أدري أي شركات وأي بناء هذا وأي معمار، ما شاء الله. ثم ولولا توسعة الملك عبد الله أظنه لهذا المكان الذي يوجد فيه، ما هذا المكان غير توسعة وليس داخل المسجد. الأمر الثاني، الحزب الراتب ما عندهمش حزب راتب، الإنصات أو ما نسميه التسميع أو البداية. إذا قلت لصاحبك أنصت، ليست لديهم هذه العادة، ولا قراءة الحزب قبل الجمعة ما عنده هذه العادة. الكرم في الناس، الكرم، سقيا الماء بالتحزار، يعني الوقف الماء موجود جدا. قنينات الماء مثل هذه يوزعونها مجانا وبكثرة، موجودة جدا قبل الدخول المسجد. والناس، هناك أماكن مخصصة للنساء وأماكن للرجال، وماء زمزم في أي مكان، قنينات وصنابير مصنوعة بطريقة ما شاء الله، وخير كثير. كرم، هذا يوزع الماء، هذا يوزع الحلوى، هذا يوزع الشجرات، هذا يوزع الألعاب الأطفال، هذا يوزع كثير من الأمور لا يمكن التعبير عنها إلا أنا أقول اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ولقد حابكم الله يا آل سعود بهذه المكان الطاهر الذي لا كاد لا يخلو من الناس في الجم الغفير. على مدار الساعة يطوفون بالكعبة، يقبلون الحجر الأسود، يدعون، يصلون، ما شاء الله، مكبرة الصوت، قراءات نادية على اختلاف الآذان بشكل رائع، اختلاف الأئمة والأصوات، وخشوع وطمأنينة وشوق وذوق، ولا إله إلا الله. أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة والتوفيق والسداد، وأن يثبتنا على هذا الدين. اللهم لا رياء ولا سمعة، اللهم حسن خاتمتك، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين.